الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدأنا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش يا جماعه، انا كنت مريضه وكان النت فاصل، يعني مرض وانفصال النت، فبقالي اسبوع ما نزلت الشغل. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم ايه، ملوخية خضراء زي ما انتوا شايفين كده. نقطف الملوخية بالشكل دوت بنقطع القلب كده عشان بيدي طعم حلو للملوخية، بيخليها تبقى مسكرة. هنا ده عندنا نص الملوخية، دول بصلتين زي ما انتوا شايفين اهو، على كام جزراية، على لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده اهي، وقرنين فلفل زي ما انتوا شايفين. وهنا ده عندنا ربع بانيه اهو. هنعمل ان شاء الله النهارده بالبانيه دوت، هنعمل لفة الجلاش اللي انتوا شايفينها دي اهي. هنعمل جنبها ملوخية خضراء، عندنا حبة شوربة كانوا عليهم الملوخية اللي انتوا شايفينها اهو. وهنا بقى انا حطيت معلقة السمنة بتاعتي على القلاية على البوتاجاز، وهحط بقى الشاورما اللي انا قطعتها ديت. هي الأول أقلبها كده إن شاء الله، بركة ربنا وبركة صلاة النبي عليه وكله، يعني مش مكلفة كتير. كده نقلب كله كده مع بعضين، نخليها لسه نديها شوية كده على السوا. هنا عندنا التوابل بتاعتي، زعتر بالقرفة، وزعتر من غير قرفة، وده كاري، وده كمون وكزبرة وشطة وفلفل اسود مع بعض وملح. زي ما انتوا شايفين كده قلبت التوابل وبعدين حطيت الجزر كده وقلبته. وهنا هحط بقى البصل زي ما انتوا شايفين تحت البصل، وهقلب كله كده مع بعضه. وهحط بقى عندي قرنين الفلفل دول مش كبار، يعني قرنين 3 صغيرين كده، قطعتهم كده وحطيتهم برضه اهو. هنا ديت كان عندي قمصتين كده مستويين كده، رحت حطاهم عليهم بالمرة، لأن كنت حاسة بيه الجلاش كله كده زي ما انتوا شايفين اهو. كده كل الخلطة بتاعتي استوت، حطلها التوابل مع الملح وكله كده استوت. هنا جبت الصينية بتاع زيت، وهنبص بقى هنعمل الجلاش بتاعنا كده. بس لقيت الصينية كلها زيت كده حوالين داير، وكده لفة الجلاش بتاعتنا هي او الجلاش على حسب ما بتسموا اهو. زي ما انتوا شايفين كده هلفها بفرد الحشوة كلها كده بكل الجلاشة كده، وهلفها كده زي ما انتوا شايفين اللون كده يعني. ربنا على صلاح الحال لينا وليكم، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وربنا يشفينا ويشفي كل مريض وما يسويش حد. والعيا وحش يا جماعة بجد والله، يعني التعب وحش بجد يعني. هنا زي ما انتوا شايفين كده حطيت الحشوة بتاعتي وبلفها كده. هنا زي ما انتوا شايفين حطيت كده برص كده، لفت كده في الصينية كام واحدة، وكمل بقى الباقي ايه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا دهنت كده الفرشة بتاعها بالزيت، دهنت كده الجلاش من فوق كده بالغطاء الفرشة، وهقطعها بقى وبعدين ايه هقطعها كده بالسكينة. بجد انتوا وحشوني بجد والله، لان انا قعدت بقالي 7 ايام او 8 ايام ما نزلت الشغل، اتعودت عليكم صراحة، كلمتكم كده،
وربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب، وربنا على صلاح الحالين عليكم، واللي يخش عندنا ينورنا ويشرب. أنا دي حطيت كبش الشرب على اللبن، ودي تاني كبشتين على اللبن عندي، ودول بيضتين أقلبهم كده مع بعض، وبعدين أقدمها على اللبن زي ما انتوا شايفين. أقدمها على اللبن هنا، أقلب كله كده مع بعضه، وهسقي بيه الجلاش كده يعني زي ما انتوا شايفين كده. هسقي كله كده. والله بجد كانت لذيذة وطعمها حلو، وصوابع عن اللي بتبقى يعني التانية حلوة برضه، اللي هي بتبقى بتتفرد مثل من فوق من تحت والحشوة في النص، برضه دي لذيذة برضه يعني. بس أنا نغير شوية يعني، عملنا تغيير كده. هنحطها بقى في الفرن كده، خلصناها كده نحطها في الفرن. هنا عندي حبة شوربة كانوا هم، حط عليهم بقى دي حبة تومانية بتدي طعم برضه حلو للملوخية. هحط بقى الملوخية قطعت ومخرطات زي ما انتوا شايفين اهو، نحطها كده نقلبها بقى كده في الشوربة. ألم بقى كده الريمة ديت. الملوخية لما بتعمل ريمة يا جماعة بتبقى فيها مية، يعني حتى في الرطلة الملوخية كان فيها مية، فمن طول ما تكون الملوخية ناشفة مبتعملش مية، من طول ما فيها مية بتعمل الريمة دي عشان تبقى عارفين. وهنا دي حبة سمنة ودي تومة، شلت الريمة كلها بتاعت الملوخية، وديت حبة سمنة بالمعلقة سمنة، ودي التومة زي ما انتوا شايفين اهي. ونسوي التومة بقى الملوخية. تنسيش اللي يخش عندنا ينورنا بالله والاشتراك، وربنا على صلاح الحال لنا وليكم، ونرد على بعض وندور على بعض. وانا والله كنت تعبانة والنت فاصل، فما عرفتش ارد على حد، ولما تعبانة كمان يعني لسه شاحنين النت النهاردة، فقلت انزل شغل بقى ان شاء الله كده يعني. هنا الجلاش بتاعنا استوى، بصوا عامل ازاي زي صوابع الفايش، بس الحشوة من النص عاملة ازاي، قطع الفراخ اهي مع البصل مع الفلفل والجزر، بجد لذيذة جدا، ما حملتش في الاكل يا جماعة والله بجد يعني. ربنا يصلح حالنا وحالكم. وهنا بقى حطيت الملوخية زي ما انتوا شايفين اهيتي، وبألف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف، وربنا على صلاح الحال لينا وليكم، وربنا المستعان. وزي ما انتوا شايفين كده ملوخية خضرا مع الجلاش، حاجة لذيذة وحاجة حلوة وسهلة وبسيطة وخفيفة. الصيف دوت عايز حاجات خفيفة، مش عايز الأكلات الدسمة، عاوز الأكل الخفيف. ونشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش يا جماعة تنورونا بالله في الاشتراك والتعليقات.